السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. الزمالك بيهدر فوز كان في المتناول بسيناريو هيتشكوكي، يعني من سيناريوهات الزمالك اللي احنا معتادين عليها دايما. ما ينفعش حاجة تخلص سهلة، يعني ما ينفعش تبقى في ماتش سيناريو بتاعه كده ما يبقاش فيه أزمة، ما يبقاش فيه طرد، ما يبقاش فيه عندك مشكلة في القايمة، ما يبقاش عندك مشكلة في العودة. لازم، يعني لازم الزمالك بسيناريوهاته المعتادة كالعادة. من هدف لينا 1-0 الدنيا خلصت، ما فيهاش ترجع هنا في القاهرة ولا الهوا بدافع سهلة. 80 90% زمالك بطل الكونفدرالية. في لحظة في نفس اللعبة من 1-0 لينا، حكم يرجع للفار ل1-0 علينا. ياه على الصعوبة يا أخي، يا على سيناريوهاتك يا زمالك. آه غشومية يعني لا توصف من حسام عبد المجيد، طالع بكرة في إيده، طالع بركبته وزائق وكل حاجة. يعني الراجل لو تغاضى عنها في زقة اللي بالإيد مش هيتغاضى عن إنها جت في إيده، ولو تغاضى عن الاتنين مش هيتغاضى إن هو طالع بركبته. حسام عبد المجيد دايما بيورطنا في كور ملهاش اي لازمه. الدنيا سهله والكره راحت لبزيره جاب منها جون. رجعنا لكوره حسام عبد المجيد عشان بدل ما يبقى 1-0 ويعني يبقى نطلع نقول اشعار على الزمالك وعلى الخطه بتاعت معتمد جمال، ان احنا نقول ان احنا نتيجه صعبه ومباراه العوده هتبقى صعبه. لكن ان شاء الله الزمالك بجمهوره وبرجالته اللي موجوده، سواء رجالته في ارض الملعب او رجالته في الجهاز الفني، يقدروا ان هم يتجاوزوا العقبه دي في وجود ان شاء الله استاد القاهره مليان عن اخره. فباذن الله الزمالك يعني قادر ان هو يرجع في مباراة العودة ان شاء الله. وبرضه برغم الخسارة انا شايف ان معتمد جمال لعب بتشكيل كويس جدا. ويعني تفصيلة صغيرة، كنا بدل ما احنا الراجل نطلع نقول فيه قصايد اشعار، ما ينفعش ان احنا نقول اي حاجة تانية عشان خاطر كرة اتردت علينا بعد ما جبنا هدف واتلغى فدخل فينا جون ضربة جزاء. ما ينفعش ان انا ارجع اقول اي حاجه على الراجل. راجل مقفل صح. تعالوا نستعرض مع بعض. الزمالك ابتدى النهارده ب 4-3-1-2. مهدي سليمان في حراسه المرمى، اتنين مساكين، الونش اللي كان بعيد عن مستواه وكان ممكن يورطنا في ضربه جزاء تانية، حسام عبد المجيد اللي بعيد عن مستواه هو كمان وهو ورطنا بقى، يعني ونش كان ممكن يورطنا لكن هو حسام عبد المجيد اللي ورطنا بالفعل. للرجوله محمد اسماعيل اللي الراجل بيأدي مستويات ثابته جدا. اسماعيل يلعب مساك حاضر، اسماعيل يلعب في نص الملعب حاضر، اسماعيل يلعب في باك رايت حاضر. راجل ما بيجليش في اي مكان، يعني الله اكبر عليه. ناحيه الشمال بنتايج اللي اتطرد، اللي احنا ما حدش من جمهور الزمالك عارف هو اتطرد ليه لغايه دلوقتي، لكن كان بيقدم مباراه كبيره جدا سواء في الدفاعيه او الهجوميه. طبعا هو ما طلعش لكن احنا كنا عايزين نامن دفاعنا، فالراجل ادى دوره، وخصوصا ان كان الملعب كان مايل كله ناحيه الشمال ناحيته بصوره كبيره، سواء في صوره في الشوط الاولاني او في الشوط الثاني. مركز ستة الرجولة كابتن الفرقة النهاردة محمد شحاتة، ربنا يرحم والده و... ويسكنه فسيح جناته. راجل يعني بطل، يعني ضغط على نفسه وكان من نجوم اللقاء الماتش ده. على يمينه عبد الله السعيد اللي انا طبعا راجل 40 سنة يعني معذور، لكن في الماتش ده انا تقريبا اكتر ماتش انا شفت فيه ميس باص لعبد الله السعيد في حياتي. يعني تقديرا طبعا لفرق السن والمجهود والضغط المباريات والكلام ده كله، لكن كانت مباراة من أسوأ مباريات عبد الله السعيد. ناحية الشمال فتوح، طبعا هنا فتوح كان بيضم مع بنتايج، كان بيقفل الجبهة دي. الناحية التانية كان عبد الله السعيد كان بيضم مع اسماعيل عشان يقفل الجبهة دي. فهو يعني معتمد جمال كان قافلها لهم في الحتة دي بالضبة والمفتاح، وكان بيعتمد على التحولات ان احنا لما نقطع الكوره عن طريق ادم كايد كورته حلوه لكن ضعيف، يعني برضه انت في الضغط والحته دي ضعيف لكن كورته حلوه.
اتنين قدام. الاتنين دول تقدر بقى تقول عليهم اتنين فراوده، هم اتنين فراوده بس فاتحين الملعب، يعني اتنين فاتحين كده. لما الكوره بتبقى من الناحيه دي بتلاقي شيكو بانزا بقى هو راس حربه، يعني بيبقى هو هنا، والعكس لو الكوره جايه من ناحيه الشمال بيضم عدي بيبقى هنا. لكن شيكو بانزا في وجهه نظري مان اوف ذا ماتش. اروع مباراه انا شفتها لشيكو بانزا كمجهود. راجل بيرجع يدافع، الخطوره كلها وبالذات الشوط الاولاني كلها من ناحيته. الراجل انهك واستهلك بصوره كبيره جدا. على الناحيه الثانيه الدباغ تقريبا كان بيقوم بواجبات دفاعيه جامده. في التحولات الهجوميه برضو كان بيبقى موجود. اعتقد ان هم نفذوا الطريقه بتاعت معتمد جمال بصوره كبيره جدا. على الدكه ما عندناش حد، فما كانش فيه غير ان احنا نزلنا بزيرة الوحيد اللي موجود على الدكه يعمل لك يصنع لك الفارق. قدر ان هو طبعا يخترق، وقدر ان هو الكره بتاعت الهدف اللي اتلغى ده تبقى من ناحيه بزيرة، اللي ان شاء الله يبقى هو نقطه التحول معانا في العوده ان شاء الله. الزمالك قفل ولعب على التحولات، وكان في اكتر من كوره. كان في الكوره الهدف اللي شيكو بانزا لعبها لدباغ اللي احرزها، ولكن الحكم رجع ولغاها. كان في اكتر من كوره، شيكوبانزا راح مشمس الجون وراح حاططها، لكن الدفاع شالها من على خط الجون. كان لينا اكتر من فرصه. يعني انا شايف احنا لو هنرجع للفرص المحققه، الزمالك كان اخطر بكتير من اتحاد العاصمه. ما كانش ليهم اي خطوره هجوميه تذكر باستثناء الكوره اللي الونش دخل فيها على الباك وبعد كده شالها المهدي سليمان. غير كده ما لهمش اي خطوره تذكر. لكن الزمالك على العكس تماما، كان ليه اكتر من فرصه محققه وليه هدف ملغي وليه هدفين ملغيين وليه اكتر من كوره. خلصت المباراه دي. نص الرحله كانت موفقه تكتيكيا، لكن غير موفقه في النتيجه بتاعتها. هيبقى العودة بعد أسبوع إن شاء الله. أعتقد إن جمهور الزمالك هيبقى مالي الاستاد. لازم إن إحنا نلعب أجريسيف من أول دقيقة. وأعتقد إن شاء الله الزمالك هنا بجمهوره هيبقى بشكل مغاير، وبإذن الله يبقى الفوز حلفنا. وأشوفكم على ألف خير إن شاء الله. بإذن الله نحتفل بالفوز السبت الجاي. سلام.